السلام عليكم. كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا فيديو جديد على القناه. الا كنتي اول مره كتابع قناه اصبع 10 شانيل ما تنساش تضغط على زر ابوني. يلا كنبدا نصور عاد كيبان الصداع في هذا الزنقه. المهم ما تنساوش ديروا ابوني الا كنتو اول مره كتابعوا قناه اسماء عاشور شانيل، وما تنساوش ديروا جيم الا عجبكم الفيديو، وتخليو ليا شي تعليق لهذا الفيديو هذا. المهم هذا الفيديو غادي نجاوب غير على بعض الاسئله، وكيجيوني بزاف، وما هذوك الاسئله ما كنقدش نجاوب عليهم بالتعليق حيت كيكونوا بعض المرات كثارين، وكنفضل انني بحال هكا ندير عليه فيديو باش يكون غير توضيحي وصافي. بزاف الناس مؤخرا بقاو كيقولوا لي علاش ما كتشاركيش لي كوموند، اولا علاش ما بقيتيش كتشدي لي كوموند. الكوموند كاينين جوج اسباب اللي ما خلاونيش ما نشدهمش. السبب الاول هو الخدمه، حيت شديت كوموند وانا خدامه وتربشت واحد شويه، ماشي وحده انما شحال من كوموند كنشدها وكنكون خدامه. لا صحتي لا الطاقه اللي كتكون عندك ما كتخليكش انك تكمل في داك النهار كيف ما بغيتي. حنا راه بشر، ما يمكنش. هي فعلا حنا في هذا الشيء اللي واقع دابا، يعني في هذه الاسعار اللي واقعين دابا، الانسان يلا يخدم جوج خدامين باش انه يقدر يوفر ما بين احتياجات اليوميه. انا كيف ما قلت لكم، فانا كنت كنخدم في المدرسه وفي نفس الوقت كنت كنشد لي كوموند، اللي صراحه شي حاجه صعيبه من ناحيه الحلوه. يعني الحلوه كنت كنتفاداها، ابار المملحات كنت كنشدهم واخا كنخدم، حيت المملحات كيكون داكشي صغير ودغيا كيعمر، دغيا كيطيب، ودغيا كتفينيه، ودغيا كتعمريه في كرتونه وكتعطيه للسيده. فكيكون داكشي دغيا ماشي بحال الحلوه كتشد شويه الوقت، وراكم عارفين الصابلي خصو الخاط وخصو شويه، وخصك تكابلو في الفران، وهو خصو يطيب على عافيه مهيله، وخصو شحال من حاجه. فداكشي علاش الصابلي كيدي مني الوقت. والسبب الثاني اللي هو هادشي اللي واقع دابا ديال الاسعار، انا ما يمكنش ليا نقول للناس الثمن ديال الحلوه اللي كنت خدامه به شحال هادي، فضروري حتى انا خصني نزيد. الا تزادت الاسعار خصني حتى انا نزيد في الحلوه، حيت ما يمكنش واحد الحاجه كنت كتاخذ غير الثمن غادي تلقى تزاد واحد 2 دراهم او حتى 3 دراهم. راه بعض المرات الحوايج كاع غالبا كاين اللي كيقول لك كنلقاو الحاجات زادوا فيها اكثر من 2 دراهم. يعني انا الا بقيت في نفس داك الثمن ما كاينش اللي غادي، ما كاينش واحد الربح. راكم كتعرفوا راه اي واحد راه شي حاجه باينه. الحلوه فاش كتاخذها ولا الحلوه فاش كتصايبها كمشروع ولا كبروجي، فاش كتصايبها اول حاجه ضروري من انك تحيد السلعه، الفلوس ديال السلعه ديالك هما الاولين، وفلوس ديال التماره ديالك راه فضروري كيخرج لك واحد الثمن، وزيد على كاين الفران حتى هو كيدي الغاز، والغاز حتى هو راه كيتشرى بالفلوس. يعني انا بزاف د الناس كنت صراحه هي في هاد الحلوه كنلقى مشكل. شحال من مره كيجي شي واحد كيقول لك بغيت كذا وكذا فينيسيون كذا وكذا، ولكن الثمن هو اللي كيختاروا. علاش؟ ما خصك تخلي المجال اللي خدام في الحلوه هو اللي غيقارن في الثمن. كيقول لك لا، انا مثلا بغيت هادي وهادي وفينيسيون زوين وهذا وشحال من الصف شحال ديري فيه وهذا، وتخلي لي بلاطو ب50 درهم. راه ماشي، نخلي لك بلاطو ب50 درهم على حسب شنو الثمن ديال اللي دايره 50 درهم. ماشي انت اللي كتقول بغيت وفي الاخر كتقول لي لا خليها لي ب50 درهم، وكتقول داكشي مثلا بغيت فينيسيون يكون زوين، بغيت انا صابلي الحمد لله. انا شحال من مره خدمت وما عمرني خدمته صراحه بالماء، وما عمرني غنخدمه بالماء. انا صابلي كندير فيه البيض، وكندير فيه السنيده، وكندير فيه الزيت، وكندير فيه الزبده، وكندير فيه النكهه، وكندير فيه الدقيق. هادو كامل الا جينا نحسبوهم راه قدرت دير لينا واحد 30 درهم على، يعني هادشي غير تقريبا، انا غير هادشي كنقولوا تقريبا. مع حتى الشوكولات، وانتم عارفين الشوكولات كحل ولا الشوكولات الابيض فاش كيذوب كيولي غير شويه. فاش كذوب ديك الباكيه كامل كيولي شويه في داك الشوكولات الابيض. ابار الشوكولات الكحل فاش كيذوب كيكون كتير، اما الشوكولات الابيض لا. وزيد على فينيسيو اللي كدير من الفوق، وخصك بلاطويات وهذيك اللي غتفرش والسلوفه، يعني وزيد على الفران، يعني وزيد عليها هادشي تماره ديالي.
انا علاش ما بقيتش كنخدم الحلوى، ما بقيتش كنخدم الحلوى غير ما بغيتش نخسر الوجه ديالي مع الناس. كنعتذر مره اخرى على هذا الصداع، حيت فاتحه الشرج ضروري نفتحو على حسب الاضاءه. كيف ما قلت لكم، فانا ما يمكنش ليا نخسر وجهي مع الناس. مثلا انا شي سيده كتجي عندي كتقول لي كنطيفط لها مثلا بلاطو ديال الحلوى عندي، كنقول لها راه كنبيعو بقدا وقدا. كاين اللي ما كتزيدش معايا في الهضره، كتقول لي صافي انا مهم صايبي لي حلوه تكون جديده وزوينه. كنقول لها شوفي، انا الحلوه ما كنصايبهاش وكنخليها عندي، هذه راه ما عمرني درتها وما عمرني غنديرها. الحلوه كنصايبها كنصايبها الناس اللي باغيين ياخذوها، ماشي كنصايبها ونخليها عندي، حيت انا شكون اللي ضمن لي انا نقدر نصايب اشكال والناس تجي تبغي شي اشكال اخرين، اش غندير انا في هذيك نضيع؟ فانا ما يمكنش ليا. فداك الشيء علاش كنحاول انني ندير الحلوه اللي كيبغي الكليان. واللي كيبغي الكليان كان يحدد معايا، كيعطيك واحد المده ديال 3 ايام ولا 4 ايام فاش كتصايبها كتجي زوينه وطريه. وحتى فاش كتكون في الدار كتكون ريحتها عاطيه حيت كتكون باقي جديده. يعني الحلوه انا سببين اللي خلوني انني ما نخدمهاش، اللي هما الكليان ما كيعطيوش حقها في الثمن ديالها، وثاني حاجه زيد على هاد الاسعار اللي واقعين. حيت انا ما بغيت نزيد في الحلوه. اغلبيه كيقول لك دابا ماشي وقت الحلوه، حنا يلا كنتكافاو مع الفطور والغدا والعشاء، الله يحسن العوان. ولكن غير انسان اللي عنده شي مناسبه ضروري غادي ياخذ البلاطو ديال الحلوه ضروري، سواء كان عنده عرس ولا حفله ولا خطبه ولا ضريب صداق، فضروري غياخذ الحلوه. لكن الحلوه فاش وقتاش غتاخذها؟ الوقت اللي انت باغيتيها بداك الثمن اللي بغيتي انت اللي كتقدا بيتيها. مثلا انت بيتيها ب50 درهم وكتشرط على مولات الحلوه كتقول لها لا هنا وهنا 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 وهنا، وفي الاخر كتقول لها الثمن اللي بغيتي انت. على قلت الله اكبر. سمحوا لي وقفت الفيديو حيت الاذان كان كيأذن. كيف ما قلت لكم فهادو من الاسباب اللي خلاوني انني نوقف على الحلوه، ما كنتش كنخدمها. نقدر نخدم مع ناس اللي زعما ما كنلقاش معاهم مشكل يعني في الاثمنه، او لا بحال هكا الناس اللي ما كيتشرطوا. صراحه انا ما كنبغيش بنادم يجي يقول لي بغيتو الا كان غادي تتصاوب معاك ولا يقول لك نقصي، فغادي تشوفي شحال ممكن، غتشوفي سلعتك وغتشوفي يديك وغتشوفي كيف ما قلنا الفران واش الثمن مناسب انك تنقصي ليه او لا. فهادشي اللي بغيت نوضح، حيت بزاف الناس كيسولوني. حيت فاش كنت كنشارك معكم الكوموند، شحال من واحد قال لي ما بقيتيش كتشاركي الكوموند، راه ما بقيتش كنشدهم، ماشي ما كاينينش بصفه نهائيه مع الخدمه. شحال من واحد قلت لي ما نقدرش، حيت كتكون عندي واحد الوقت ديال الخدمه مع الوقت ديال الحلوه. كيكون بعض المرات كيقول عليك نهار ولا ربع، كيقول لك بيتا نهار الجمعه، وانا نهار الخميس والجمعه كنكون نهار كامل خدام، فما يمكنش ليا انني نصايبها. داكشي علاش كان ديما كنلغي الكوموند ديال الناس. ولكن هذا ما كيعنيش انني بقى فيا الحال، بالعكس، حيت صحتي اهم من كل شيء. غير درت هذا الفيديو باش غير نوضح على الناس اللي كيقولوا لي واش ما كاينينش الكوموند، واش ما كتشديهمش اولا ما كتشاركيهمش معنا. انا اي كوموند جاتني على راسي وعينيا، بالعكس انا عندي عادي انني نشاركهم. ما كنشاركهمش معكم مؤخرا، قلت لكم، حيت كنرفضهم بسبب واحد اللي هو اثمنه اللي كيختاروا الناس، يعني الزبون هو اللي كيختار الثمن اللي بغا. وثاني حاجه مع هاد الاسعار راه ما يمكنناش اننا نخدموا الحلوه، فانسان يلا كيتكافى مع المعيش اليومي ديالو. كنتمنى اني نكون وضحت الامور كيف ما هي، وانكم تقبلوا هذا الموضوع. واش نتوما معايا ولا ضدي في هذا الراي اللي قلت لكم ديال الحلوه، ان الزبون هو اللي بقى يقول الثمن؟ حيت الزبون ما عارفه شنو دايره انا في الحلوه، باش بقى يقول لي بغيتو الثمن اللي بغا هو، فراه ما يمكنش، حيت هكا كيكون ضيعني بزاف. قولوا لي نتوما واش معايا ولا ضدي في هذه القضيه هذه. نتمنى انكم تنزلوا كامل لتحت وتخليوا لي تعاليق ونشوف واش انا على صواب ولا لا، ولا زدت فيها ولا بالغت فيه في هذا الموضوع هذا. نتوما غادي تحكموا عليا. كيف ما قلت لكم نتوما غادي تكونوا الحكم في هذا درس هكا، بحال البوق زعما، نتوما الحكم وكنتسنى اراءكم اراءكم وانتقاداتكم. علاش لا؟ الا كان هادشي اللي درت هو هذاك ولا لا. هنا غادي سالي الفيديو. نتمنى انكم ما طولتش عليكم، ونتمنى انكم تجاوبوني كامل في هذا الفيديو هذا. نتلاقاو في ساعه الخير مع فيديو جديد ولا مع وصفه جديده ان شاء الله، الى ربي بغى. وشكرا لكم مره اخرى حيت كتسولوا فيا. باي باي.